فعاليات الحقوق الثقافية بالصحراء، تحديات ورهانات، عنوان اختارته جمعية التراث المادي واللامادي بالأقاليم الجنوبية للندوة التي نظمتها بفندق المسيرة، وذلك يوم الجمعة على الساعة 11 مساء. كانت هذه الندوة تتمحور حول 4 محاور أساسية. المحور الأول يتضمن التشريعات الدولية لحماية الحقوق الثقافية. المحور الثاني الثقافة الحسانية ما بين الدسترة والأجرأة. المحور الثالث الثقافة الحسانية والتنمية، ثم سبل صيانة الثقافة الحسانية. هذا من جهة. من جهة أخرى حاولنا الخروج بمجموعة من التوصيات الأساسية والمهمة التي من بينها الحفاظ وحماية الموروث الثقافي عبر 3 مستويات هامة. حضر هذه الندوة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى شعراء وباحثين في ميدان التراث ومهتمين بهذا الحقل الذي يعتبر هوية وثقافة المجتمع الحساني. هذا اللي هو اللي فعلا عنه مهم، وهذا هو اللي خاص الإعلام يركز عليه، به اللي علاه يركز عليه باللي التراث هو التراث التراث تاريخ. إلى عاد الناس شاكة عن التراث والتاريخ هما وجهان لعملة واحدة، والناس مركزة على التاريخ قبالة غير قاع أهم منه التراث به اللي يقدم منه. لا واحد عنده أرقام معدلة يامس واحد، غير المهم من ذا كامل التراث وحافظ عليه. مما لا شك فيه أن لكل شعب ثقافته وهويته التي يفتخر بها، كذلك هو حال المجتمع الصحراوي الذي يعتز بهذه الهوية أينما حل وارتحل.